بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد حلقة عن تبسيط الكسور لأبسط صورة. ازاي نبسط الكسور لأبسط صورة؟ تعالى ادي مثال بسيط. 6/8 ده زوجي وده زوجي. ده في جدول الضرب 2 في 3. دي في جدول الضرب 2 في 4. الاتنين مكررة. امشي امشي يا 2. يتبقى 3 ويتبقى 4. وطالما عددين متتاليين يبقى دي أبسط صورة. طب 6 و9. 6 في جدول الضرب 2 في 3 وال9 3 في 3. امشي يا 3 مع ال3. يتبقى فوق 2 يتبقى تحت 3 والاتنين متتاليين. طب ال15 وال20 الولد الذكي يقول دي أولها 5 ودي أولها 0. يبقى نقسم على الخمسة فيها ال3 على الخمسة فيها ال4. ادي الاختصار وادي التبسيط في ابسط صورة. ال12 وال14 اعداد زوجية. على الاتنين فيها ال6 على الاتنين فيها ال7. طب ال16 وال24 ما هو برضه يا مستر اعداد زوجية، ما ينفعوا على الاتنين ايوه، وينفعوا على الاربعة ايوه، وينفعوا على ال8 ايوه. طب مين احلى ولد اللي يقسم على ال8؟ ليه؟ لان ال8 اعلى حاجه. دي 2 في 8 ودي 3 في 8. ال8 تروح مع ال8 يبقى المتبقي 2 على ال3. عصير للعدد، ما عادش لها تبسيط تاني. 12 و18 ال12 2 في 6. ال18 3 في 6. امشي يا 6 مع ال6 يبقى المتبقي 2 على ال3 في ابسط صوره. اللي بعدها 21 على 28. ال21 في الجدول 3 في 7. ال28 4 في 7. يبقى ال7 العامل المشترك تروح مع بعض يبقى المتبقي 3/4. ال56 7 في 8. ال63 7 في 9. امشي يا 7 مع ال7 يتبقى فوق 8 يتبقى تحت 9 والعددين متتاليين. تبقى خلصت المسألة. ال35 5 في 7. ال45 5 في 9. ال5 تروح مع ال5 يبقى المتبقي 7/9. سامع ولد بيقول حاجة بقى مهمة يا مستر حامد لو سمحت؟ أيوة يا حبيبي. قال لي ال7 وال9 مش متتاليين. صح مش متتاليين، بس مفيش عامل مشترك بينهم. مفيش إلا الواحد والواحد ملوش تأثير. يبقى ناخد اللي بعدها. ضع القصور الآتية في أبسط صورة. يلا مع بعض يا ولاد. 4/8 الاتنين أعداد زوجية، ينفع يتقسموا على الاتنين وينفع يتقسموا على الاربعة. طب مين الاحلى؟ الاربعة. على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاتنين. طب ليه الاربعة احلى؟ كل ما جبت العدد الاكبر العامل المشترك الاكبر تخلص في خطوة واحدة. 9/15 دي 3 في 3 دي 3 في 5. انا بعمل الضربية اللي لسه بيتعلم الاختصار. يتبقى 3 ويتبقى تحت 5 يا ريتال. اللي بعده 18/27. ال18 2 في 9. ال27 3 في 9. يبقى المتبقي بعد حذف ال9 2/3. الاقي لين بتقول لي يا مستر حامد هو انت ليه ما خدتش ال18 3 في 6؟ اقول لها لان العامل المشترك ال9 اكبر فتخلص المسألة في خطوة واحدة. 10/40. نعمل ايه؟ احذف صفر مع صفر بس خلاص. يبقى هنا 1 وهنا 4. طيب 12 و20 الاتنين اعداد زوجية، ينفع يتقسموا على الاتنين وينفع يتقسموا على الاربعة والاربعة اكبر واحلى. على الاربعة فال3 على الاربعة فال5. الاتنين مش متتاليين ولكن مفيش عوامل مشتركة. 4/16 اعداد زوجية، ينفع يتقسموا على الاتنين وينفع يتقسموا على الاربعة. الاربعة احلى. على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاربعة. 6/12 ينفعوا على الاتنين وينفعوا على ال3 وينفعوا على ال6.
نقول ايه يا ولاد؟ عالستة فيها الواحد، عالستة فيها الاتنين تبقى نص. دي أولها 5 ودي أولها 5، يبقى يتقسموا على الخمسة. على الخمسة فيها الخمسة، على الخمسة فيها السبعة. أنا بعلمك بقى من غير ما تكتب الضرباية. 27 3 في 9 ودي 5 في 9، يبقى المقرر التسعة. على التسعة فيها التلاتة، على التسعة فيها الخمسة. كده أنا علمتك تبسط الكسور، وهسيب لك السؤال ده في الواجب. خدوا سكرين عشان تحلوا في الواجب على تبسيط القصور أو اختصار القصور لأبسط صورة. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم.